ايه القرف ده؟ كرهتونا في الكورة. استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجه بحبها. بعض اللاعبين، البعض اللي ساحب زوجته، بعض الاعلاميين على الصورة السيئة. وصلنا لمرحلة الامهات الله يحفظهم ويبارك فيهم، لكن اللي قاعدين نشوفه غلط، منحنى هابط. ايه شايفينه ده؟ ماسورة نسوان ضربت فينا، ده انتوا كرهتونا في المنتخب. دخول في الخصوصيات في العائلات. اذا الاعلام يبغي هذا الشيء البعض منهم، انت ارفض، خلك ضد هذا الشيء. المفروض اللي كان يصير التركيز على الصورة الجميلة والاداء، وتبني عليه وتناقش كرويا للمستقبل. لكن اللي شفناه مستحيل، غلط في غلط. توصلنا لمرحلة ان نحن كنا نتمنى توصل لابعد مرحلة في البطولة، لكن بعد كل هذا تقول الحمد لله وصلت لهنا وخلاص. والبعض وصل لمرحلة يقول لو ما مشاركين افضل. شكرا لشخص واحد، مرتضى منصور. تفضل خذ راحتك في الكلام وخلهم يسمعون. اللي عملته مراته على الهوا ده ينفع؟ ايه ده؟ وكده ومين؟ لا قدر انجاز وشرفنا، وبعد كده نسوانهم قرفوا. اللي عملته مراته على الهوا ده ينفع؟ ايه ده؟ وكده ومين؟ هو الفوتو انهم بتعملوا ايه؟ ايه القرف ده؟ مين نسوان دي؟ كانت فين؟ ايه القرف اللي احنا شايفينه ده؟ كل واحد ساحب مراته معاه. مين نسوان دي؟ هم دول اللي جابوا الاجوان؟ النسوان دي اللي جابت الاجوان؟ يبقى النسوان دي تكمل في بيوتها كلهم. ايه القرف اللي احنا عايشين فيه؟ ماسورة قرف انفجرت، ماسورة خرا ضرب. عندك المغرب خرجوا زينا وروحوا ناموا وراحوا الشغل تاني يوم عادي يعني. احنا بقى كل يوم نعرف حوار اغرب من اللي قبله. يوم نعرف ان زيكو ومراته وامه مخاصمين بعض، ويوم ان زوجة حسام حسن بتكيد مراته الاولانيه، ويوم نعرف ان مرات امام عاشور زعلانه منه علشان مش بيبوس الدبله بعد ما يجيب جون، ويوم نعرف ان مرات حسام وابراهيم حسن زعلانين من بعض وصلحوا في الاستاد. احنا اول دوله في العالم تخرج من دور 16 من كاس العالم وتصعد لدور 8 في كاس العالم للحموات والضراير. الفيفا ظلمتنا النهارده في ماتش الارجنتين. بقول الفيفا ظلمتنا النهارده في ماتش الارجنتين، فاحنا عايزين ننسى، وانت والله بتنسينا. ربنا يزيدك يا مولانا. واحد حزين يا اخي. اهو 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 اللي رافع راسنا اهو. اهو 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 اللي مطلعنا من دوري 16. اهو 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 اللي خلانا مسخره. وات ذا ماتش داي. الحمد لله لعبنا بزاف ونستاهل الخساره يعني. هذه كره قدم. مين المخسي الشيخ بيتسون معنا لكل شخص يعني دعمنا وسندنا. بون شانس. اوفر. وات ذا ماتش داي. ستوب كاميرا وات ار يو دوينج؟ اصبر يا عمي انا جيت جنبك. الحكم نو فير حكم ظالم ما فيش. الفيفا ظالمه. ميسي طلع لمو صلاح سكوى. مصر ام الدنيا فضيحة المصريين ما زال مستمرة. الفضايح المدرب اللاعبين زيكو واللاعبين كاملين دايرين فضيحة للعالم كيتفرج فيها. اخوان غنخليكم هاد الفيديوهات هادو غتعجبوا اش غنقول لكم، العقل ديالكم غادي يولي فيه ارتجاج بسبب هاد الناس اللي عايشين في واحد العالم اخر. شنو السبب؟ انه تاهلوا لدور 16. هذا ما كان دور 16 تاهلوا المغرب في 1986. هذه واقيلا شي 30 عام ولا 40 عام. المهم الاخوان غنخليكم مع الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو البارطاج والاشتراك في القناه الاخوان. ومع العالم الاخر الفرعوني. نتلاقاو في الاخر الفيديو الاخوان. مش عارف احنا مين؟ احنا المصريين اللي علمنا على الارجنتين. مراته
رقم 1 دلوقتي وانا رقم 2 وراضيه وقابله والله عادي. انا كده كده متحضره. لا بتاعي انا لوحدي، ولا حد يجي جنبه ولا حد يلمسه ولا حد يكلمه كلمه ولا يغمس له غمزه ولا يقول له انت حبيبي ولا روحي ولا بتاع. ده حبيبي انا وده جوزي انا ومحدش له فيه. صلاح ايه كان يقول لك قبل الماتش؟ ده اسطوره، ده لاعب ما يتقارنش بحد. كان قبل كل ماتش يقول لي انت نمت كويس، اقول له يعني ظهري بيجعني، يضحك ويقول لي لانه مش نايم على مرتبه من عند العثماني. بجد بجد بجد. طب والشيشه والدخان كيف كنت مسلك امورك فيها بامريكا؟ هو الصراحه اثرت شويه على صحتنا، بس الكابتن محمد صلاح كان جايب حاجه من لندن اما تحفه تكون. ده عظيم صلاح، ده عظيم، ده اسطوره، ده عظيم. اسطوره، ده عظيم صلاح. ايه اللي كان ناقصك بامريكا يا ايوب؟ والله كانت كل حاجه حلوه الحمد لله، هي حاجه واحده كان ناقصنا الكنب وقعدات من عند العثماني. بجد بجد. اللي يقول لك المنتخب المصري شو حقق من انجاز رد عليه بهالكلمتين بس. حسام عمل انجاز، مصر عملت انجاز. هتقول لي ايه الانجاز اللي عمله حسام؟ هقول لك اسال امك. تحياتي لكم. هذه زايده على اللي قال لهم من بعد كاس العالم غادي ندير دورات تكوينيه للمدربين في مصر ونعلمهم كيفاش يتعاملوا مع المنتخبات الكبرى. 96 سنه ما عرفوا شي حاجه سميتها الفوز، والنهار اللي ربحوا طلع كل شيء كذاب. ابراهيم حسن الاخ ديال حسام حسن في هذه المكالمه الهاتفيه مع هذا البرنامج قال لهم دونالد ترامب اتصل بينا وشيد بالفوز ديال المنتخب المصري في كاس العالم. انت قلت لي بس في اشاده من امريكا للمنتخب. يعني انا جات لي خبر ان كان من ضمن الكلام اللي دخل فيه ترامب بيشد المنتخب المصري بتصريح لي، فدي الحاجه ديت طبعا عشان عندنا في النهار الصادق وليه. مين؟ ترامب رئيس امريكا. الولايات المتحده. Excuse me. Mabruk, man. Mabruk, I'm happy. Look, they cheated. I don't care what nobody say. Argentina is the cheaters, bro. Y'all are the real champions of Africa. I'm from Ethiopia, and I really appreciate. Nice to meet you guys. انتوا عارفين لو ميسي كان ما غلب لكم المصريين انتوا كانوا عارفين اللي بيحصل شنو؟ الانترنت ده كان حيبقى اضيق من توت عذاب. شوفوا الحال كان بيكون كيف في الانترنت. دقيقة تطبيق تاني. زيكو مين ده؟ عيل بشخ، عيل بشخ. ايه اللي بيعمله ده؟ ومراته برضه نفس القصه. زيكو لحد منين يا زيكو؟ ايه القرف اللي احنا عايشين فيه؟ ماسوره قرف انفجرت. لا قدم انجاز وشرفنا، وبعد كده نسوانهم قرفونا. بالنسبه لزيكو ولا زيكو مين ده؟ عيل بشخ، عيل بشخ. ايه اللي بيعمله ده؟ ومراته برضه نفس القصه. زيكو لحد منين يا زيكو؟ ايه القرف اللي احنا عايشين فيه؟ ماسوره قرف انفجرت. ونفسي تعاملني زي محمد، زي حسين الشحات كده. نفسي احضر معاك العقد بقى الجديد كده وامضي انا معاك عليه. نفسي تبقي مديرة اعماله. يا ريت. لا مش مديرة اعماله، بس ان هو يديني جزء من حياته، جزء بسيط بس. انا مصطفى ده عندي حاجه تانية خالص. هو شبه ابوه فعلا. هو من يوم ما بابا توفى وانا معتبره ان مصطفى ده ابني وجوزي وسري كان كله معاه. فلوس المبيع كلها كانت معاه. اجي اسافر اقول له معاك كام؟ انا ما كنتش بعد وراه. هو امين 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 يعني. وكان روحه فيا جامد جامد، وعمل مشاكل مع ناس كتير عشان
ولسه روحه فيكي وهيجيلك وهيحضنك يشوف عز يا رب زي وهيقولك شكرا يا ان شاء رب الله. يا رب يشوف عز زي يا رب. فبلاش الصورة دي. الصورة ميسي كان بعيد عني عشان الناس مفكرة ان انا بعمل كده لميسي، هو كان بعيد. حلوه يعني. انت عايز تقول له مش قصدي والله، انا مش انت المقصود. لا بقى هم الناس كلها فكروا ان ميسي كان واقف قدامي ساعتها، بس هو كان بعيد عني. بس تمشي برضو تمشي. لو بنسأل انت من محبي ميسي ولا رونالدو؟ رونالدو. انت من محبي رونالدو مش ميسي. ده من زمان ولا من بعد ماتش الارجنتين؟ لا من زمان. قول لي بقى ايه اللقطه دي؟ انت ما كنتش شايف مين اللي وراك اصلا؟ لا لسه شايفها امبارح والله، كنت بتفرج النهارده الصبح على الماتش. شفت الكوره دي عرفت ان هو اللي كان ورايا. زعلت قوي. كنت عايز الف فيه. انت في المباراه دي خرجت؟ كنت مصاب، اتصبت انا ساعتها مش يعني خروجك بالنسبه لنا كان خبر سيء يعني، واحنا بنتفرج كده ما انبسطناش اكيد من خروج امام عاشور في مباراه مهمه كده. انت اللي طلبت من كابتن حسام انك تخرج. انا ساعه كان في كوره انا كنت بجري يعني، كنت رايح ليها، فبعدين انا حسيت برجلي ان هي مش كويسه، سمعت في طرقعه كده في رجلي، انا كنت عايز اكمل، انا كنت ساعتها عايز اكمل، فانا شاورت للكابتن وقلت له انا هغير، فكان ناقص دقيقتين، هو فضل يقول لي استحمل لحد الدقيقتين، فضلت واقف في الملعب مش قادر ساعتها، ما كنتش قادر ساعتها اتحرك. فلما دخلنا الاوضه كابتن حسام كان الدكتور طبعا الدكتور ابو العلا، طبعا انا بشكر الجهاز الطبي كله والجهاز الاداري والجهاز الفني طبعا تعبوا معانا. فساعتها لما دخلت الاوضه انا ما كنتش عايز اطلع، انا حاسس بوجع في رجلي، بس انا ساعتها قلت لهم حتى هكمل 10 دقايق بس انا عايز ابقى موجود. فساعتها الدكتور شاف رجلي قال لي لا انت مش هتقدر تكمل، فانا قلت له خلاص ما تبلغش الكابتن حسام، انا هروح اقعد لكن ما فيش اي حاجه، هسمع المحاضره اللي هتتقال وهنزل الملعب لو حسيت بحاجه هقول له. طبعا هو خدني على قد عالي، شفته وهو رايح، انا شفت ساعتها وهو رايح للكابتن حسام قال له امام مش هيقدر، امام عنده في حاجه في رجليه. فساعتها الكابتن حسام قال لي انت هتغير، عيطت انا بقى ساعتها، فجاي لي قال لي لا معلش ممكن تقولوا لي يعني نشوفوا بس الفيديو ده. ان في ثقه دلوقتي في منتخبهم. ايه بصي لي ده ايه؟ ده بتسموه ايه يعني؟ عايزه افهم التصرف ده ايه؟ هل دي غيره؟ هل ده كيد علني؟ هل ده اوفر دوز تلزيق؟ يعني مش فاهمه والله العظيم ما فاهمه. وحتى الراجل ما بيتكلمش على حاجه تخصها، يعني بيتكلم كده. فبصلي هينزل عليه الوحي لما يبصلك، ما انا بجد والله العظيم مش فاهمه. يعني وترى منى الشاذلي بقى عملت لهم كده وعيطت على الرومانسيه والجمال. ايه بقى ده في ايه بقى؟ ايه وجهه النظر في الموضوع ده؟ ايه التصرف ده؟ مستفز. التصرف ده مستفز. مين نسوان دي؟ كانت فين؟ ايه القرف اللي احنا شايفينه ده؟ وينجيكم انت ليك عندي ايه ينجيكم؟ لا ما هطمك. واحد جاب جون ومش فاهم يا جماعه ده، لان المفروض يحمد ربنا انه كان بيبيع مش عارف ايه بره، ده عادي يعني مش مشكله. خلاص كل واحد ساحب له مراته معاه. مين نسوان دي؟ ناس كتير. هم دول اللي جابوا الاجوان؟ النسوان دي اللي جابت الاجوان؟ يبقى النسوان دي تتلم في بيوتها كلهم.
أظن جه الوقت اللي نقول فيه كفاية، وكفاية قوي بقى عشان الموضوع بقى ماسخ وبزيادة. اللي بيحصل مع أبطال المنتخب من أول ما حطوا رجليهم في مصر بقى زيادة ومحدش بقى متحمله. الترند ده هيخلص إمتى؟ احتفالات في الساحل وفي العلمين وفي استاد القاهرة واستضافة في كل البرامج وعلى كل القنوات واحد واحد، وخلصنا بقى أبطال المنتخب، دخلنا على أهاليهم ودخلنا في حاجات شخصية ونخلي أهاليهم يعيطوا ويستعطفوا الناس. الموضوع ده هيخلص امتى؟ ليه تستضيف والدة زيكو وتوصلها للحالة دي وتسألوها في أسئلة شخصية وتخلي الأم تقعد تحكي عن علاقتها بابنها قبل الجواز وبعد الجواز؟ قبل الجواز كان بيعمل ايه مع الأم ومع اخواته، وبعد الجواز بقى واحد تاني، واحد الناس كلها شايفاه انه بطل ومحبوب، ليه تسوق صورته؟ هنخلص من الترند ده امتى؟ هو احنا خلاص بقى كل مشاكل البلد اتحلت؟ مفيش حاجة تاني ممكن نتكلم فيها في البرامج والتلفزيون والقنوات غير أبطال المنتخب وأهاليهم واللي عملوه واقعد اتكلم عليهم؟ طب يعني عندنا 100 مشكلة تانية ممكن نتكلم عنها، ولا احنا هنستنى لحد ما تحصل مصيبة أو كارثة تطلع لنا ترند جديد يلغي على الترند ده؟ كفاية اللي انتوا عملتوه، انتوا كرهتوا الناس في اليوم اللي راح فيه المنتخب في كأس العالم وبس. منتخب المغرب خرج من دور الثمانية وترتيبه السابع عالميا، ورغم كده عايش حالة حزن واحباط شديدة. ومنتخب السنغال اللي هو بطل افريقيا نفس الموضوع، لا والمحكمة اصدرت قرار باقالة المدير الفني، وماني اعتزل اللعب دوليا، واللعيبة عمالة تتأسف للشعب ليل ونهار. وكل المنتخبات نفس الموضوع، الا احنا سبحانك ربي بنحتفل بالخروج من دور ال16. لا بجد يا مصر بتعملها ازاي؟ لا واللعيبه ايه بقى اللي بياخد اداء عربيات وفلوسه في الساحل، وتامر حسني وكل يوم في برنامج، وازاي خسرتوا من الارجنتين 3-2؟ قمه العبث. طب ما نعمل لكم بقى يوم اجازه رسميه في الدوله ونسميه يوم الخروج من دور ال16. لا بجد ده كان جون كابتن مجدي عبد الغني ارحم بكتير، والله بجد ارحم بكتير. احنا اسفين يا كابتن مجدي، والله اسفين. اهو 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 اللي رافع راسنا اهو. اهو 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 اللي مطلعنا من دور 16. اهو 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 اللي خلانا مسخره. اهو 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 ميسي في الملعب، انا عارفه ان هو بلا شخصيه، بس هل لي شخصيه واضحه في الملعب؟ يعني الاعلام اللي يصنع من الفشل نجاحا. انت قلت كمان مصطلح، يعني انا خضيت لما قلت لي احنا افضل من المغرب. احنا في البطوله دي تفوقنا على المنتخب المغربي. ومن الخروج من دور 16 عيدا وطنيا. بشوف ان منتخب مصر هو افضل منتخب عربي وافريقي في هذه النسخه بالظبط كده في كاس العالم، اداء وارقام وكل حاجه. لا هي هقول منتخب مصر ازاي تفخر بيه، ان منتخب مصر قدم افضل اداء عربي وافريقي يعني. يحتفلون به في كل الميادين والملاعب والمحافظات. الاعلام الذي يصنع من التفاهات اشياء عظيمه يشغل بها الجمهور. دول خلوا اعظم لاعب في التاريخ يبكي دما وقلبه يقطر دما، اللي هو بطل التركيز والمفاجآت والعظمات، عيط بحرقة. الإعلام اللي ما عمره ناقش القضية ولا حل جذور المشكلة، إنه اتشال من على قلبه الحجر بتاع مصر، الحجر النوبي الصوان بتاع مصر كان على قلب ميسي ما كانش عارف هيعمل ايه. بابا كاميرا بابا انا باشا بابا انا باشا. الإعلام اللي ما خرج بشجاعة ووضع النقاط على الحروف وقال انه سبب خسارتنا هو المدرب. لا ده احنا عملنا وعملنا وعملنا، احنا سوينا وسوينا وسوينا. الإعلام اللي بيتجاهل كل المشاكل اللي ظهر في كأس العالم مع منتخب دافع أمام إيران ودافع أمام بلجيكا، ولما راح تقدم على الأرجنتين بهدفين عامل نفسه جوزيه مورينيو ولا بيب جوارديولا. وانتهى اهو هذا ما كان الاخوان. شفتوا الفيديوهات، تمتعتوا الفيديوهات من جميع الاشكال. الناس اللي ما عندهاش الانستغرام في تيك توك او فيسبوك راه جمعت لكم جميع الفيديوهات اللي غادي تبرعوا بهم. نطلب منكم الاشتراك في القناه الاخوان، اخوكم نعيم فيلاني، تبارطاجيو الاخوان،
ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وشعارنا دائما ديما مغرب، ديما مغرب، والله الوطن الملك.